الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. كنا نتحدث عن ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يكره، وكنا قد وصلنا في نقطة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة ويكره بعضها، وكان صلى الله عليه وسلم يكره الثوم والبصل من أجل ريحهما. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. هذا الحديث من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يذكر لنا خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه طاهر القلب كذلك هو طاهر اللسان وصاحب رائحة طيبة، وكان صلى الله عليه وسلم يكره كل رائحة كريهة، من ذلك الثوم والبصل. وهذا يدلنا على طهارة هذا الإسلام، وعلى أنه يحرص على عدم أذية الآخرين، فإن الثوم والبصل من أكلهما يخرج منه رائحة كريهة تؤذي الآخرين، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أكل بصلا أو ثوما أن لا يقرب مصلى المسلمين، فلا يصلي في المسجد بل إنما يصلي في بيته. والأذية أيضا لم تكن فقط على المصلين، وإنما هي كذلك تؤذي الملائكة. ومن هذا كان أكل هذين الشجرتين الخبيثتين محرم إذا أراد الشخص أن يذهب إلى المسجد. وهاتان الشجرتان الثوم والبصل فيهما نفع كبير وخير كثير في صحتهما من حيث الصحة ومن حيث النفع للبدن. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا من هذين الشجرتين ولولا أني يأتيني الملك لأكلتهما. فحرصا على عدم أذية الملك منع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من أكل الثوم والبصل. وقد ذكر ابن القيم وغيره من أطباء الطب النبوي فوائد الثوم والبصل، وبالذات الثوم، فإنه حقيقة شديد على الجراثيم وشديد حتى على المعدة. لذلك من أراد أن يتناول منه فإن عليه أن يتناول بكميات محدودة، فإن فيه قوة وشدة تقضي على الجراثيم. وأذكر ذات يوم في مواقع التواصل الاجتماعي أحد الإخوة الأفارقة أكل ثوما بكميات كبيرة مع زنجبيل أكثر من 3 كيلو، ظنا منه أن الثوم والزنجبيل سيقضي على فيروس كورونا، فإذا به هذا الثوم والزنجبيل يقضي على الرجل نفسه مع فيروس كورونا، فمات الرجل من فوره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مادة الثوم والبصل خطيران جدا، يجب على الإنسان إذا أكلهما أن يأكلهما بقدر محدد. الثوم فوائده منتشرة ومعروفة، مذكور في الصيدليات وفي المستشفيات، ويأخذون منه أدوية لخفض الضغط وغير ذلك.
وكذلك البصل فوائده أيضا أنه يقوي الناحية الجنسية ويحرك الجهاز التناسلي، وله فوائد كثيرة أيضا، حتى بعضهم كان يستخدمه في خفض الحرارة بجعل قطعة البصل على أسفل القدم وربطها إما بالشراب أكرمكم الله أو بخرقة تربط في أسفل القدم في باطن القدم، وهذا يؤدي إلى انخفاض الحرارة. هذا مجرب ومعروف. والبصل أيضا إذا اختلط بمجموعة من البهارات وغيرها ممن يعرفه الطب الشعبي، فإنه أيضا يحارب الغرغرينة، يعالج ويحارب الغرغرينة. البصل فيه مادة سبحان الله تقضي على هذه الحشرات الخطيرة ويعود الإنسان. كذلك البصل يستخدم أيضا في علاج الفشل الكلوي مع مجموعة من البهارات كالقسط الهندي وغيره، فيستخدم في علاج أيضا الكلى. والله تعالى أعلم. أنا لست طبيبا، ولكن يذكرون هذا بكثرة في المستندات وفي المرجعيات في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان يكره هذين الشجرتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى ما يبغضه، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن مصلانا، أي فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. هذا الحديث أخرجه الإمام. قال النووي في شرح مسلم: هذا تصريح بإباحة الثوم وهو مجمع عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار، ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة. وهنا من ورعه الإمام النووي يقول يكره، بل هو حرام. أذية المسلم لا تجوز. بعض الناس لا يسوك أسنانه ولا يستخدم فرشاه ومعجون، ولربما لي أيام وشهور وسنوات أحيانا مع الأسف ما تستطيع تقرب بجواره أبدا من شدة كراهية فمه. الله المستعان، يتأذى منه أهله وزوجته وأبناؤه وأصدقاؤه ويستحون من أن يتكلموا معه. هذه والله مصيبة. والحقيقة يعني وهذا هو مصيبة عدم تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. فإذا كان الإنسان يتسوك في اليوم ويطهر فمه 5 مرات ما كانت ليأتي إليه رائحة كريهة أبدا. بعض النساء تطلب الطلاق لأن فم رائحة زوجها كريه جدا، ما تستطيع أن تقرب منه ولا أن تقبله ولا أن يقبلها، فيحصل بذلك نفرة شديدة. وحقيقة مثل هذا يحرم أن تؤذي. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فأذية المؤمنين لا تجوز. أذية المؤمنين وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز أبدا. نعم.
فهكذا على الإنسان أن يتعاهد نفسه وينظف فمه ليلا ونهارا حتى لا ينفر الناس منه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أكل الضب. الضب معروف لدى أهل البادية، وخصوصا في مناطق نجد ونواحيها، من ينزل إلى الصحراء فإنه يعرف هذا الحيوان، يشبه التمساح ولكن بحجم صغير، منه المفترس ومنه الأليف. والعرب في بعض القبائل عرفت بأكل هذا الحيوان، لحم الضب. النبي صلى الله عليه وسلم أعاف أكل هذا الضب واستقذره، وذلك طبيعة لا شرعا. فطبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل نفسه أن يأكل لحم الضب، فسئل عن ذلك فقال إني أعافه، كما سيأتي معنا في الأحاديث. فعن عبد الله بن عباس قال: أهدت أم حفيد خالة بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هنا أن تترك ما تتقذر أنت منه وتعافه نفسك، فلا تجبرها على أكل ما تعافه نفسك، اللهم إلا إذا كنت تريد أن تأكل شيئا قد أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ونفسك تعافه، فإنك تجبر هذه النفس على ذلك. مثال ذلك الدباء والقرع، كثير من الناس لا يحبون هذه النبتة، وهناك من يحبها. فالمستحب أن تحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وتكره ما يكرهه. فمحبتك للدباء وتتبعك كما كان النبي عليه السلام يتتبع الدباء في القصعة، هذا يعني يدل على عظيم محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقبل على مثل هذه الأكلة. واعلم أن هذا النبي الكريم لا يحب شيئا ليس فيه نفع أبدا، ولا تعاف نفسه من شيء فيه نفع أيضا. وهذا لا يعني أني أنا أنفي النفع عن الضب نهائيا، لكن هي السنة على كل حال في هذا الباب. أنت ما تستقذره لنفسك فلا تجبرها إلا أن تكون سنة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل: هو حرام؟ فقال: لا، كما سيأتي معنا في حديث خالد بن الوليد. حديث عبد الله بن عباس: أكل هذا الطعام على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا يجوز للأنبياء السكوت على أمر منكر في مجالسهم، وما كان من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى منكرا أن يسكت، بل الواجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس. فلما سكت علم الناس أنه حلال وليس بحرام. وهنا العلماء يسمون هذا الفعل يسمونه السنة التقريرية. السنة التقريرية أي النبي عليه الصلاة والسلام أقر أكل لحم الضب في مجلسه. قال: وعن خالد بن الوليد قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، يا سلام، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد:
أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله. قال الحافظ القاري رحمه الله: أعافه أي أكرهه طبعا لا شرعا، يعني طبيعتي لا تقبل أن آكل هذا الطعام. وكما قلت لكم أن من إذا استقدرت نفسك طعاما فدعه ولا تجبرها عليه، إنها هي هذه السنة، ما لم يكن هذا الطعام قد أكله النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه نفع وخير كثير للجسم والصحة والعافية. وانظروا أيضا إلى طريقة الطبخ والطهي في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال: أتي بضب مشوي. إذا كان عندهم فكرة الشوي، ولم تكن في زماننا هذا فحسب، بل هي من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن من قبله تشوى اللحوم على الفحوم أو على الفحم إن صح التعبير. فهكذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رهبانيا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتأفف أو يتواضع أو أنه يزهد في مثل هذه الأطعمة، بل كان تقرب إليه جميع أنواع الأطعمة، من الأطعمة ذات الجودة العالية والأطعمة البسيطة. كل هذه الأنواع بأنواعها من الطبخ تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل منها وكان يتغذى عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل تحقيقا لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نسأل الله من فضله. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يكره شرب الشراب الحار. هذه السنة أيضا مفقودة، كثير من الناس يقع فيها. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره شرب الحميم، يعني الماء الحار شديد الحرارة. ولا أدري هل يدخل في هذا مثلا شرب الشاي الحار والقهوة الحارة. بعض الناس لا يستسيغ شرب القهوة إلا وهي حارة، وأنا واحد منهم، وكذلك الشاي. فهل يدخل في هذا أم هذا المقصود به فقط الماء؟ الله أعلم، مسألة تحتاج إلى بحث دقيق وعميق. ولكن رابط هذا الأمر هو ألا يكون الطعام أو الشراب مؤذيا للشخص. هناك حقيقة أحيانا أنت تجلس على مائدة يقربون لك شوربة شديدة الحرارة، لو شربت منها للثقت في لسانك، وأصبحت تتألم أسبوعا كاملا من التهاب من ضرر إصابة الماء أو الشوربة الحارة على لسانك. نعم، يبقى هناك التهاب تتألم بسببه لمدة أسبوع أو أكثر. هذا بالحقيقة يعني هو يتحقق يعني النهي ها هنا. ولذلك كان النبي عليه السلام يكره شرب الحميم الحار. لكن الذي يقبله الجسد ويستمتع به أتوقع أن ذلك ليس بحرام. لم أبحث هذه المسألة حقيقة، ولم أقف على أهل العلم فيها كابن عثيمين وابن باز، لكن إن شاء الله إن تيسر نبحث. على كل حال، الذي تميل إليه النفس أنك تشرب الشاي وتشرب القهوة إذا كانت حرارتهما يعني معقولة، ممكن أن الإنسان يتحمل شربها. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا
حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، إنه أعظم للبركة. الله أعلم إذا ثردت يعني كأنها صنعت الثريد يعني، والثريد طعام معروف يصنع من اللحم والدقيق. أنا لم أكله حقيقة، أتمنى أن أكل مثل هذا الطعام الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقصيري أن أتتبع السنة النبوية وأكل ما كان يأكله عليه الصلاة والسلام هو الذي نحن ندعو إليه، أننا نتقفى أثره صلى الله عليه وسلم. الحيس أكلته، بل صنعته بيدي في منزلي حيس، وأن تأتي بالتمر المخلوط بالدقيق والسمن، طبخته بنفسي. يا سلام، جميل جدا جميل جدا. إن شاء الله أيضا إن تيسر وجمعنا الله بكم أن أطبخه لكم، فأنا هواية الطبخ بالمناسبة. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل. السلام عليكم، عدنا والعود أحمد كما يقولون. أيوة، الثريد هو طعام مكون واللحم بقية قدم إلا للرقاه، وكان لصفية بنت حيي بن أخطب. إذن مشاهدي الأكارم، هذا الطعام يعني السنة فيه تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاها أن يغطى حتى يذهب دخانه فوره، يعني دخانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعظم للبركة. هل وقفتم على هذه السنة؟ والنماء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، بهذا اللفظ يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. هذا الحديث مشاهدينا الكرام رواه الإمام البيهقي بسند صحيح، رواه الإمام البيهقي بسند صحيح. وإذن هل هذا النهي للتحريم؟ هو غالبا كما قلت لكم لا ضرر ولا ضرار. إذا كان حرارة الطعام شديدة تؤذي الشخص فهذا أقرب إلى التحريم، نعم، أو إلى الكراهة الشديدة، فإذا اصبر قليلا. المشكلة أنك لما تأتي في رمضان وتنتظر فترة الإفطار والأهل لا يقربون الشرب إلا في الدقيقتين الأخيرتين، وأنت تكون جائع ومنتظر بفارغ الصبر، فإذا به نار الله الموقدة، نسأل الله العافية، ما تستطيع تشرب الشوربة شديدة الحرارة، بل واجب الصبر. اذهب وصلي ثم ارجع ستجد الشوربة قد بردت، ثم قل بسم الله وتناولها. أو الأفضل على الأخوات الفاضلات أن تصب الشوربة قبل الأذان يا أختي ب10 دقائق حتى يستطيع الصائم أن يشرب الشوربة بهدوء. ولذلك هنا يعني حتى فترة ذهاب الدخان كم يأخذ؟ ما يأخذ إلا من 5 إلى 7 دقائق، بل كثير هذا، يعني 5 دقائق تكفي. إذا ذهب البخار فبسم الله تناول الطعام. قال المناوي رحمه الله فيكره استعمال الحار لمخالفته للسنة، بل إن غلب على ظنه ضرره حرم. يا سلام، وهذا الذي أنا قلته. الإمام المناوي في فيض القدير ذكر هذا كما قلت لكم. قال وإنما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد كما سبق.
طبعا سبق أن ذكرنا ما يحب النبي عليه السلام من الطعام، فكان يحب عليه الصلاة والسلام الحلو البارد، يعني العصائر، وكلما كانت طازجة كانت هي أنفع للجسم وأثبت إلى السنة. كان يحب الحلو البارد، يعني أنواع من العصائر التي تعرفونها مشاهدي الأكارم، كان هذا ما يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قدم إليك الطعام فلا تتناوله وهو حار ويخرج منه الدخان، اصبر قليلا حتى يذهب بخاره ويذهب دخنه، ثم بسم الله تقدم. أو الزوجة أو ربة البيت لا تقدم الطعام على السفرة إلا إذا رأت الدخان قد ذهب، فتنقله من المطبخ إلى السفرة ويتناول أبناؤها وأهل بيتها بسم الله على بركة الله بعد طرحه في طاولة الطعام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. هذه هي أخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي كان يكرهها صلى الله عليه وسلم الشكال من الخيل. الشكال من الخيل، ما معنى الشكال من الخيل؟ قالوا الخيول، كان النبي عليه السلام خيل يسمى دلدل، وكان لديه أيضا ناقة وجمل، وكان له حمار أكرمكم الله، كان جميع الدواب قد ركبها صلى الله عليه وسلم. يا سلام، هذا النبي العظيم الكريم. يعني الذين يحزنون أن ليس لديهم إلا سيارات قديمة موديلات قديمة، نقول لهم لا تحزن يا أخي، قد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، والحمار لا يركبه إلا متواضعين الناس وأصحاب الدخل المحدود. والذين يقولون يا أخي نحن نخشى أن تلحقنا اللعنة نركب سيارات فارهة، نقول لهم لا، فإن قد ركب النبي عليه السلام الخيول، وركب صلى الله عليه وسلم يعني البغال، وهذه لا يركبها إلا علية القوم. فأبشروا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فجاء النبي عليه السلام بهذا وبهذا وبهذا. وأهل البادية أيضا الذين يركبون الجمال، نقول لهم قد ركب نبيكم صلى الله عليه وسلم الجمال، فلا تحزنوا ولا يعني تتضايقوا، فإن الجمال فيها خير كثير، بل أمر الله عز وجل أن يتأمل الإنسان. الشاهد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الخيول من الشكال. ما معنى الشكال؟ الشكال هي أو هو الخيل الذي في قدمه ألوان مختلفة، فتجد مثلا قوائمه الأربعة، اليدان والرجلان، أحيانا تكون الثلاثة من القوائم بلون مختلف عن الواحدة الرابعة، هذا يسمى شكال. أو تكون القدمان بلون واليدان بلون، أو يكون هناك يعني أيضا مخالفة، فتكون القدم اليمنى مع اليد اليسرى لون، والقدم اليمنى مع اليد اليمنى بلون. مثلا القدم اليمنى مع اليسرى، والقدم اليسرى مع اليد اليمنى، يعني بخلاف. هذا يسمى الشكال، كان يكرهه صلى الله عليه وسلم. ما حكمة كراهية ذلك؟ الله أعلم، تحتاج إلى بحث دقيق في هذا المعنى، لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الشكال بهذا الشكل، الله أعلم. لكن تعريف أهل اللغة للخيل الشكال يقولون الشكال هو أن تكون 3 قوائم محجلة وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، لأنه يكون في 3 قوائم غالبا، وقيل أن تكون الواحدة محجلة و3 مطلقة، وقيل هو كذا وكذا. هذا يعني أحال إلى البداية والنهاية، بداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد الثاني 496. يحتاج هذا الموضوع حقيقة إلى بحث وإلى تنقيب، لماذا كان النبي عليه السلام يكره؟ هل له علاقة بالجن مثلا، أنهم يحبون هذه الأمور، أو ليس له علاقة؟
يحتاج على كل حال إلى معرفة الحكمة من ذلك، أو هو أمر طبيعي. النبي عليه السلام يكره هذا اللون ويكره هذه الطريقة. على كل حال نحن ملزمون بأن نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الخيل فيه شكال فلا تركبه فإنه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرهه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. هنا يقول أحد العلماء: إنما كان يكرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا، ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة. وقيل إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال، والله تعالى أعلم. الله أعلم. ما يشفي هذا كلام الغليل حقيقة. يبدو ثمة في سبب آخر ربما يكون غيبي. تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل شيء يجب علينا أن نعرفه، ولكن علينا أن نتعلم من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن وضح لنا السبب وعرفنا الحكم فبها، وإلا نلتزم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله وتقريره، ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. هذا هو أدب المؤمن مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يده 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. معظم أهل العلم قالوا هذا أمر تعبدي يخفى علينا غيبة، ما غير معروف. حتى لو وضعت يديك في قفازات بحيث أنها تكون طاهرة، قالوا لك لزمك أن تغسلها، لأن لو كان ذلك يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تكون في قفازات أو تكون مخفية أو هكذا. ولكن يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدري أين باتت يده. سبحان الله. هل ممكن اليد تبيت في غير مكانها أو تذهب إلى مكان آخر؟ هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ولذلك علينا أن نلتزم. فيقوم المؤمن من منامه يذهب إلى صنبور الماء ويغسل يديه 3، يغسل هذه طاعة لله عز وجل، لأن ما تدري أين باتت يدك وماذا تتحمل في يدك. بعض العلماء قالوا ربما يكون إنسان يمد يده إلى فرجه فيقع في، لا أعتقد أن ذلك صوابا. الأمر أعمق من ذلك، والعلم عند الله. وهنا أيضا يكره أن يركب الشكال من الخيل. ما الحكمة؟ الله أعلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يكره الحذف أو الخذف. الخذف هو الرمي بحصاة صغيرة. عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، رواه الإمام البخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث أولا هو أصل في النهي عن الخذف، يعني عن الرمي. لا ترمي أخاك بحصاة صغيرة، لا جادا ولا مازحا، لأن الحصاة تكسر السن وتفقأ العين. بل حتى العدو لا ترمي به، لأنه لا يمكن العدو ولا يضره ولا يردعه. إذن لما ليس فيه فائدة
لا تقربه. لذلك نهى عبد الله بن المغفل رجلا أن يخذف، فعاد الرجل فخذف، فهاجره كذا وكذا من الأيام، وواضح أنها فوق 3. انظروا إلى حرص الصحابة على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة الصحابة الكرام يعني يخبرنا مشايخنا في الجامعة الإسلامية الله يذكرهم بالخير، الشيخ أنيس بن طاهر الأندنوسي، وشيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي، وشيخنا الشيخ حمد، وغيرهم يقولون، حتى شيخنا الشيخ حافظ حكمي، يا سلام ما أجملها من أيام والله، درسنا على أيديهم وكانوا حقيقة نعم الشيوخ، جمعوا بين التقوى والصلاح، وجمعوا بين يعني حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين التواضع والحرص الشديد على التأليف. يا سلام يا سلام، رحم الله من مات منهم، وحفظ الله من بقي منهم، وأحسن لنا ولهم الخاتمة. أحييهم من هذا المنبر وأقول جزاكم الله عنا خيرا أن علمتمونا ودرستمونا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقولون مشايخنا هؤلاء؟ يقولون إن الصحابة لم يكونوا يبحثوا في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه أهي تدل على الوجوب أم تدل على الاستحباب، والنواهي أهي تدل على التحريم أم لا. لم يكونوا يبحثوا عن ذلك، وإنما كانوا فورا يعني يتسابقون في يعني يتبادرون في العمل بالأوامر، ويتبادرون بترك النواهي فورا. وهذا هو دأب الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك عزوا ورفعهم الله وجعلهم الله أئمة، اختارهم الله من هذه البشرية لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة أخذناها من مشايخنا، ولم أقف على مصدر معين من أهل العلم من قال بذلك، ولكن أخذناها عن مشايخنا كابر عن كابر، قالوا أن هذا يعني لم يكن من عادات الصحابة رضوان الله عليهم. هذا عبد الله بن المغفل يغضب من هذا الرجل، أقول لك نهى رسول الله وتعود. وهكذا كان أيضا عبد الله بن عباس يقول للصحابة أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يا سلام، هكذا كانوا يعظمون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حقيقة يتبادرون لأوامره ويبتعدون عن نواهيه كما سبق أن ذكرنا. نكرر من أجل ترسيخ هذا المفهوم. وطبعا في الأصل مشاهدي الأكارم لا يجوز أن تهجر أخاك فوق 3، لا يجوز أن تهجري أختك يا أختي في الله فوق 3. حصل خلاف بينكن وبينكم، لا يجوز لكم أن تتقاطعوا فوق 3 أيام. طبعا هذا معروف لديكم، إلا في مثل هذه الأمور الشرعية يجوز لك أن تقع فوق 3 أيام. يقول الإمام ابن حجر ضبط ذلك، ابن حجر رحمه الله تعالى ضبط ذلك، قال ابن حجر، أعتقد قال ذلك في الفتح، نعم. يقول ابن حجر رحمه الله جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق 3، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. شفتم إخواني، إذا كان الهجر لحظ نفسك فلا يجوز أكثر من 3 أيام، اتق الله. وهذا يدل على الحث على ترابط المسلمين وتآخيهم، وأن يكونوا لحمة واحدة. فما بالنا نرى التقاطع والتدابر بين أهل العلم، ناهيك عن الدعاة وناهيك عن عامة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا الخلق وهو الحذف. بعض الناس يسمونه حذف وبعض الناس يسمونه خذف. الخذف لا يجوز الخذف بحصى على الإنسان، ويجوز أن تتعبد الله في منى أيام الحج. إذا كنت حاجا يجوز لك هذه العبادة العظيمة أن ترمي ب7 حصاة الشيطان، موقع الشيطان، وتكبر مع كل حصاة. وتأمل هنا الناس كيف بدلوا، أصبحوا يحملون الحجارة الكبيرة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال مثل هذه، رفع حبة مثل البندق. قال العلماء أعلى من البندق وأصغر من الحمص، أو أقل من البندق وأعلى من الحمص، وسط. شوفوا هذا الوصف الدقيق ذكره حسب ذاكرتي والعلم عند الله عبد الله بن عباس، رفع الحصاة يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام في منى. إذا أراد الشخص أن يرمي يقول بسم الله الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر. هنا الحذف عبادة. في غير ذلك الحذف بالحصاة الصغيرة محرم، لأنه يكسر السن ويفقع العين ولا يهلك العدو. كذلك من الأمور التي نهى الرسول الكريم عنها مشاهدي الأكارم هي ما يتعلق برفع السيف أو السكين أو الحديد على أخيك المسلم جادا أو مازحا، لا يجوز الرفع. نهى النبي عليه السلام نهيا شديدا. إذا أردت أن تعطي شخصا ما السكين أو السيف فلا تعطيه بحده، إنما أعطيه بنصله. اجعل الحد باتجاهك، امسك الحد باتجاهك وأعطيه بالنصل الذي هو فيه المقبض. هذه السنة النبوية، كل ذلك حفاظا على أخيك المسلم حتى لا يتأذى. يا سلام، رأيتم لماذا هذا البرنامج اسمه رسالة سلام؟ لأن المبحث يبحث عن سلامة الشخص. فلا ترمي يا أخي لأن هذا يؤذيك، فهذه رسالة سلام. ولا تشرب الماء الحار لأن هذا يؤذيك، رسالة سلام. ولا أيضا تأكل شيئا تعافه نفسك لأن هذا أيضا يضر بالنفس، فهي رسالة سلام. مشاهدينا الكرام، أسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم على خير. انتهى دوام الحلقة، وحلقة إلى حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.